خير الورى. أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى. ألم يكفهم أنه الله أحيا به أمة من حطام حجر، فدوه الصحاب بدهر مضى، وذا البدر عشقا له أو مضى. ألا فلتهبوا لنصر الحبيب ونفدوا عليهم لهيب اللهيب. اجيب لك يوحنا ذهبي الفم ولا هستشهد لك بآيات تاني الا اقول لك ان انا والاب واحد. برضه تجيب لك ان في الكرامه واحد لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، ان في الكرامه واحد لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، ان في الكرامه واحد لكي يكرم الجميع الابن كما يكرمون الاب، وان لا يكرم الابن لا يكرم الاب الذي ارسله. ماشي يا دكتور. قضية يكرمون الآب كما يكرمون الابن. طب هل كان صلب المسيح على الصليب كان من إكرام الآب؟ يعني إذا كان موضوع بقى كما يكرمون الآب يكرمون الابن، طب ممتاز. الإكرام بمعنى الإجلال والتقديس والاحترام. فهل كان الذي فعل على الصليب للابن يعتبر ده إكرام للآب؟ يبقى إذا كان هذا هو الإكرام، يبقى إذا كنت ترضى للابن هذا فأنت ترضاه للآب أيضا. وإن كنت تنزه الآب على أن يضرب ويصلب ويسفك ويعلق، خد بالك، لأن اوعى تقول لي إن ده الناسوت. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد. مش قال بذل ناسوته أو بذل يسوع المسيح، لا، قال بذل ابنه الوحيد. أتينا بعزم مضينا لنصر. أنا بسألك، هل من إكرام الآب أن يكرم ابنه على الصليب هكذا؟ وأن لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله. ماشي يا دكتور. وأن لا يكرم الابن لا يكرم الأب الذي أرسله. ماشي يا دكتور. أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى. ألم يكفهم أنه الله أحيا به أمة من حطام حجر، فدوه الصحاب بدهر مضى، وذا البدر عشقا له أو مضى. ألا فلتهبوا لنصر الحبيب ونفدوا عليهم لهيب اللهيب. صناديد عز ألا إننا محاريب قهر غدا بأسنا، وصلوا صلاة على خير عبد له بالهدى قد سمت روحنا. نروح بقى لنقطة تاني. ايه رأيك في بارت إيرمان؟ بيستشهد ان المسيح هو الله. خلينا اجيب لك يا دكتور الكلام الجميل مع بعضينا ونشوف هترد عليه ازاي. بيقول بارت إيرمان: يقع هذا النص في انجيل يوحنا، وهو انجيل يتميز عن غيره من الاسفار. ده في سوق اقتباس يسوع الكتاب بتاعه. يتميز عن غيره في الاسفار التي صنعت طريقها الى العهد الجديد انه بالفعل قد قطع شوطا كبيرا تجاه تحديد هويه يسوع لذاته باعتباره الهيا. وبيقول لك انظر الامثله التاليه بيستشهد فيها بيوحنا 8:58: الحق اقول لكم قبل ان يكون ابراهيم انا كائن. اوجيمي المسيح كائن اللي اتقالت لموسى هي شيرة هي. واظنك عارف ان بارت إيرمان ده راجل عالم علم نقد نص، وده فاهم اصول النصوص واصلها، يعني حتى من المخطوطات بيكلمك ان الكلام سليم 100%. سواء كان عروشا ام سيدات ام ريسات ام سلاطين. ايوه سامعني. ال10 دقايق خلصوا، بس عايزين نعرفوا المستمع، بارت إيرمان ده سني ولا شيعي؟ ملحد يعني. واظنك عارف ان بارت إيرمان ده راجل عالم علم نقد نص، وده فاهم اصول النصوص واصلها. يعني بقولها استهزاء ببارت إيرمان. يعني مسلم ولا ملحد؟ لا ملحد، بس بستهزأ بيه يعني من كتر الاستشهادات بيه عند اخواتنا المسلمين. انه مسيحي والحد. بارت إيرمان الحد يعتبر في شهاداته. واظنك عارف ان بارت إيرمان ده راجل عالم علم نقد نص، وده فاهم اصول النصوص واصلها. بارت إيرمان بيستشهد ان المسيح
هو الله. خليني اجيب لك يا دكتور الكلام الجميل مع بعضينا. لا ملحد بس بستهزأ بيه. ابنك مجنون يا حاج، وانا اللي عارف ده كويس، واحتمال اسمي مش مجنون. حتى الملاح ده بارت ايرمان بيستشهد ان المسيح موجود هو الله، لكل المجد الظاهر في الجسد في الكتاب المقدس وبالاخص في انجيل يوحنا. هو الله هو الله هو الله. يا دين النبي ايه الحلاوه دي؟ تعال يا دكتور نكمل مع بعض. المسيح هو نور العالم. وكلمه يسوع قال أنا هو نور العالم، من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة. وفي سفر المزامير الرب نوري وخلاصي ممن أخاف. في القرآن الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة في مصباح للآخر. يا دكتور كمل. نتكلم على النور. هجيب لك بقى مش نور العالم، لا انا هجيب لك حاجه اكبر من كده خالص. المسيح بيتكلم على يوحنا، بيقول عليه الذي كان هو سراجا منيرا. اهو في يوحنا 5:5 كويس انا فاكر. بيقول ايه بقى يا سيدي؟ ده مش نور العالم، لا ده حاجه اعلى من النور. بيقول لك مين اللي يستطيع ان هو يقول نور العالم؟ يوحنا المعمدان اعلى من يسوع. ويقعد يضحك ويستهزئ، شيء عجيب يعني. ما تجيب له ترد عليه من الكتاب يقعد يضحك ويستهزئ زي ما هو بيضحك كده، حاجه مرعبه بصراحه. شوف بيقول ايه؟ يقول كان هو السراج الموقد المنير وانتم اردتم ان تبتهجوا بنوره ساعه. واما انا فلي شهاده اعظم من يوحنا، لان الاعمال التي اعطاني الاب لاكملها هذه الاعمال بعينها التي انا اعملها هي تشهد لي ان الاب قد ارسلني. فين سلطانه؟ فين سلطانه؟ فين سلطانه؟ واعطاني الاب. ورجع يقول في يوحنا 37 والاب نفسه الذي ارسلني ليشهد لي لم تسمعوا صوته قط ولا ابصرتم هيئته. فمعنى كده لو هم جوهر واحد وطبيعه واحده زي ما انت بتقول، فكيف بجوهر وطبيعه لا يرى وجوهر وطبيعه يرى؟ فمعنى كده لو هم جوهر واحد وطبيعه واحده زي ما انت بتقول، فكيف بجوهر وطبيعه لا يرى وجوهر وطبيعه يرى؟ بلاش شخصنه. طب بلاش شخصنه. انا بسالك سؤال واحد بس. يسوع المسيح هل استطاع ان يخرج الشيطان من يهوذا؟ رد عليا من وقتي. لما يسوع المسيح اداله امر ان بيقول له اللي عايز تعمله اعمله، وللوقت دخل الشيطان. اداله امر؟ ايوه المسيح قال له اللي عايز تعمله اعمله. امر ان بيقول له اللي عايز تعمله اعمله، وللوقت دخل الشيطان. اداله امر؟ ايوه المسيح قال له اللي عايز تعمله اعمله. مين اللي دخل الشيطان ليهوذا؟ مين؟ هو اللي جاب لي الشيطان. واو لا غلط. تفضل اتحداك تجيب لي ان هو اللي جاب لي الشيطان. تتحداني؟ يعني لو جبت لك نص الوقت من انجيل يوحنا ان يسوع اللي دخل الشيطان تعمل ايه؟ تفضل وريني. طب ممتاز. احنا هنروح يا جماعه ليوحنا 13 بسرعه كده. بعد اذنك يا شيخ رضا حط لي يوحنا 13 لان الكتاب مش معايا. اقرا من العدد 24. بيقول فاومى اليه سمعان بطرس، ده يسوع اللي هو بيشفي المرضى، مش عارف يشفي يهوذا من صرعه الجن، من شرعه الشيطان. فاومى اليه سمعان بطرس ان يسال من عسى ان يكون الذي قال عنه. لحد دلوقتي الراجل يهوذا الاسخريوطي راجل سليم، مش في اي مشكله خالص. اجاب يسوع هو ذاك الذي اغمس انا اللقمه واعطيه. فغمس اللقمه واعطاها ليهوذا الاسخريوطي. اهو العدد 27. العدد 27 من يوحنا 13. فبعد اللقمه دخله الشيطان. انا بسال بقى مين اللي دخل اللقمه ليهوذا؟ يسوع. طب وبعد ما دخل اللقمه في يهوذا تضحك؟ اتفضل جاوبني عليها، انا بديك من وقتي. يلا مالك يا دكتور؟ مال دخول اللقمه؟ المسيح اعطاه اللقمه، مال دخول اللقمه بالشيطان؟ هو ماله؟ هات لي هنا الكتاب بيقول. يا عم ما تخافش انت ولا ايه؟ ما تخافش خلاص انت هتفضحنا. له امر ان بيقول له اللي عايز تعمله اعمله، وللوقت دخل الشيطان. دخل الشيطان.
زي ما أمر دقيقة يا دكتور دقيقة، زي ما المسيح أمر الشياطين تخرج من مجنون جدرين وقال لهم انه يدخلوا في الخنازير، ماشي، بعد ما قال له اخرج من لا 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 لا، مين اللي دخل الشياطين في الخنازير؟ يكمل يا دكتور، مناظرتك وقتك بيضيع يا دكتور، كمل كمل لا وقتك. يا عم من وقتي والله. انا بسألك سؤال بس، من الذي ادخل الشيطان، الشيطانان في الخنازير؟ يسوع. ده ما كانش شيطانين، ده كان عدد. طب ماشي يا سيدي، لو 50 شيطان، انا بسألك، انا جبت لك من الكتاب المقدس يوحنا 13:27 انه بعد ان ادخل اللقمة دخل الشيطان مباشرة. سؤال، من الذي ادخل الشياطين في الخنازير؟ اللي ادخل الشياطين في الخنازير المسيح سمح لهم فقط. سمح لهم، ايوه. طب ايه ذنب الخنازير يموتوا في البحر؟ دي لها تفسير، لو عايز كمان تفسير اباء ليها هجيبها لك، بس انت كمل مداخلتك يا دكتور. انا برد عليك، مش انا برد عليك، مش انت قلت لي لو حصل في حوار بيضيع يا دكتور، وقتك بيضيع يا سيدي. لا يضيع مش مشكله، خليك معايا بس. يعني هل معنى كده ان الشيطان هو الذي دخل يهوذا باراده الشيطان ولا باراده يسوع؟ باراده يهوذا. ازاي؟ مين الذي اعطى اللقمه؟ هو سلم نفسه، هو اللي باح سيده. لا مين اللي دخل لقمه ليهوذا بس؟ اللقمه، لكن ما دخلوش الشيطان. مال اللقمه بالشيطان؟ طب يا دكتور حسب التقليد اليهودي اللقمه دي معناها ايه؟ ده اكرام ليهوذا. حسب التقليد اليهودي اللقمه دي معناها ايه؟ ده اكرام ليهوذا. ده اكرام ليهوذا. ده اكرام ليهوذا. يعني يهوذا طلع هو اكبر الناس. يا جماعه سجلوا هذا الاعتراف، سجلوا الاعتراف اللي بيعترف ان يهوذا هو اكبر الناس ايمانا. يا جماعه بالراحه، ما تخافش، ده انا محضر لك مناظره محترمه، ما تخافش، اهدى. انا معاك، انت المسيح بيقول الاصغر فيكم يدعى اكبر في ملكوت الله. الايه؟ بدون ايمان لا يمكن ارضائه. انت قلت دلوقتي انت قلت الاكبر بالايمان، مش انت اللي بتقول؟ انا بقول اكبر سنا، ما قلتش اكبر بالايمان. لا انا قلت لك هو اكبر سنا، قلت لي لا هو ممكن يكون اكبر بالايمان. ده انت لسه قايل من ثانيه. لا انا قلت اكبر سنا، لكن بتقول لي انا المفروض مكرم، قلت لك لا، المكرم بالاكبر بالايمان. بتقول لي انا المفروض مكرم، قلت لك لا، المكرم بالاكبر بالايمان. مكرم، قلت لك لا، المكرم بالاكبر بالايمان. حسب التقليد اليهودي اللقمه دي معناها ايه؟ ده اكرام ليهوذا. حسب التقليد اليهودي اللقمه دي معناها ايه؟ ده اكرام ليهوذا. اكرام ليهوذا. اما اقول المكرم يكون الاكبر بالايمان، لكن هو لم يكرم. اكرام ليهوذا، لكن هو لم يكرم. اكرام ليهوذا لم يكرم. طب ما انت بتقول اهو. هو كده اخد ربع ساعه كده. ما هو انت يا استاذ اللي قطعت. خليني ساكت ل4 دقايق. اتفضل يا شيخ رضا. ايوه. احنا عندنا فقرات كتيره يا جماعه ان يسوع ما كان يستطيع ان يشفي احدا، وان اكبر دليل على كده ان واحد واخد سلطان بعدم دخول الشيطان فيه، اللي هو يهوذا الاسخريوطي، اللي هو قد اعطاهم سلطانا على اخراج اقامه موتى وشفاء المرضى، اللي هو يهوذا الاسخريوطي بنص متى 10. ثم تجد بعد ذلك ان يسوع بعد ما يقول والان يطرح رئيس هذا العالم خارجا في يوحنا 12، تجد ان الشيطان بيكسر هذا الحجاب الحاجز وبيكسر سلسله الدرع الصاروخي بتاعت يسوع ويدخل في يهوذا. يعني الان قدامنا مشكلتين، اما ان الشيطان اقوى من يسوع، والا من يسوع هو الذي ادخل الشيطان في يهوذا. طب ذنب يهوذا ايه دلوقتي؟ تقرا لي انت من يوحنا 13:27 بنفسك كده. يوحنا 13:27 انا الاثنين يا دكتور. اجاب يسوع هو ذاك الذي اغمس انا اللقمه واعطيه. تمام. فغمس اللقمه واعطاها ليهوذا سمعان الاسخريوطي، فبعد اللقمه دخله الشيطان فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعه. فقال له يسوع ما انت تعمله فاعمله باكثر سرعه. واما هذا فلم يفهم احد من المتكئين لماذا كلمه بهذا. طب رد عليا، هو بيكلم مين؟ هنا يسوع بيكلم يهوذا ولا بيكلم الشيطان؟ يكلم يهوذا. لا، ولو حتى الشيطان هو اللي سامع وهينفذ عادي، بس الكلام متوجه ليهوذا.
يعني اذا دلوقتي الشيطان مسيطر خلاص. اذا الشيطان مسيطر خلاص يا دكتور. الوقت يا استاذ يا شيخ رضا. نعم. الوقت. أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا حضرتك قطعت الشيخ. انا ما قطعتش، هو خد من وقتي. ولما الشيخ كلمك وابتدى يقول لك رد عليا ما بقتش ترد وتقول له الوقت. يعني الشيخ طب نمشيها ازاي؟ يعني انت بعد ما تقطع ما اعرفش، براحتك. اديله 3 دقايق وخليه يكمل. اديله 3 دقايق، انا موافق عليه. ما هو انت يا استاذ اللي قطعت. خليني ساكت ل4 دقايق. اتفضل يا شيخ رضا. ايوه. دي بقى يا دكتور وقبلها مني، وعايزك اتحداك تجيب لي تفسير الاباء فيها وتفسير اساسا، بس اوعى تجيب على تفاسير اليهود المتاخره. لو جبت هات لي من القرون الاولى. امانه عليك. لا يزول قضيب من يهوذا ومتشرع من بين رجلي حتى ياتي شلون وله يكون خضوع شعوب. وده مين بقى؟ شلون اللي هو معناها ايه؟ ان ليه الحكم والصولجان والملك. ومين اللي خد كرسي داوود؟ هو المسيح يا دكتور حسب سفر المزامير. يا دكتور ما تقطعنيش. تكوين 49 والعدد تكوين كام بس؟ 49 والعدد 10. اتحداك تجيب لي تفسير الايه دي اللي ياتي حتى بين رجليه حتى ياتي شلون وله يكون خضوع الشعوب. وده اللي ذكرتها لك ابن الانسان يا دكتور اللي في دانيال اللي تخضع عليه كل الشعوب. وداوود ان ارسل الله ابنه مولودا من امراه. ماشي. وداوود المسيح لما بيقول انا اصل وذريه داوود. اها يا دكتور الكلام قدامك. المتشرع اللي جاي ابن يسى. ماشي. مالك يا دكتور؟ عايزك تصحصح الليله ده عشان الكلام كبير. حاضر. نخش على نقطه تاني. انا مش لاقي حاجه اتكلم فيها في المناظره. انا اعتبر خلصت المناظره، يعني مش عارف قاعد اعمل ايه اساسا. بس خلينا نكمل معاك يا دكتور. اقتبس من سفر التكوين 49. طيب سفر التكوين ده هل هو اقتبس كاقتباس كامل؟ عشان ممكن احنا نشوف ان الراجل ده فعلا اكاديمي وزي ما هو بيقول كده. انا مش لاقي اجاوب وانت. طيب انا عايزك تهيئ نفسك للصدمه التاليه وبصوت واطي خالص. من سفر التكوين 49 اللي انت اقتبست منه يا ريت ترجع ورا شويه من عدد 8. يهوذا إياك يحمد إخوتك يدك على قفا أعدائك. بسألك سؤال، اكتب. بص يا أستاذ مخلص، هي مش بكتر الزعيق وكمية المعلومات اللي أنت هتقولها عشان تقول المكان مش عارف يروح. لا مش كده خالص. المناظرات مش كده. المناظرات فكر ونقاط بحث، وبناخد أهم نقاط البحث بالراحة. أنت بتقول اللي عندك وأنا بقول اللي عندي. برد على أهم النقاط بتاعتك وأنت ترد على أهم النقاط بتاعتي. انا برد على اقتباسك اللي سعادتك تفضلت بيه في تكوين 49. وانت نفسك قلت لي من شويه المفترض ناخد روح الكتاب وما نعملش تدليس. لا انت اكبر مدلس هو انت، لان انت كتبت اللي انت عايزه وسبت اللي قبليه. انا بسالك يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك. بسالك يعني مش مفترض يسوع يكون ايده على قفا اعدائه ولا العكس؟ جاوبنا على دي. انا زي ما انا بكتب وراك اهو بالقلم رغم ان ايدي اليمين تكاد تكون مشلوله وبكتب بيها. أتينا بعزم مضينا عشان اكتب اهم نقاط انت بتقولها. انا بسالك هل يسوع ده حسب النبوه اللي انت اقتبستها من تكوين 49 تطبق على النبوه دي؟ يهوذا اياك يحمد اخوتك يدك على قفا اعدائك. الاسد اللي خارج من سبط يهوذا. يسجد لك بنو ابيك. هل يسوع يا جماعه كانت ايده على قفا اعدائه ولا اعدائه ايديهم على قفاه هو؟ لما انضرب بالقصب على راسه وبالقلم على وشه وبالسلاسل انجلد من الرومان. حسب تحقيق النبوه لو انت هتمشيها على يسوع فالمفترض تكون يده على اعدائه. رقم 1. رقم 2، هل سجد له اليهود اصلا في الهيكل؟ اللي هي مرتبطه بقى لما الملاك قال لميري ايه؟ ويعطيه الرب الاله كرسي. والعمال يضحك يقول لك انا مش لاقي اجاوب على اسئله مش عارف بقى ازاي. طب جاوبني على الاسئله دي.
وهل جلس يسوع على كرسي داوود؟ اوعى تقول لي ده كرسي مملكه سماويه ولا رمزيه، لا، لان عامل لك الصدمه دلوقتي. انا بسالك النبوه الثانيه اللي ما اتحققتش مع يسوع. يسوع يا جماعه بيقول لك هيبقى هو الاسد اللي خارج من سبط يهوذا وايديه على قفا الاعداء، لا ده هو اللي اتضرب على قفاه من اعدائه. رقم 2، هل جلس على كرسي داوود؟ اتحداه. الملاك بيقول لها سيجلس على كرسي ابيه داوود. طب احنا عندنا في سفر الملوك الاول ان سليمان قد جلس على كرسي داوود الملك. فهل جلس يسوع على كرسي داوود كما جلس سليمان الملك ابن داوود حسب الجسد؟ ممكن تجاوبنا على الحته دي؟ وانا هديك اقتباسات من سفر الملوك الاول 1:13. اذهبي وادخلي الى الملك داوود وقولي له اما حلفت انت يا سيدي الملك لامتك قائلا ان سليمان ابنك يملك بعدي وهو يجلس على كرسيه، لماذا ادونيا؟ انا بسالك، مش انت بتقول دلوقتي الملاك بيقول لها في انجيل لوقا 1:33 على ما اتذكر، يعطيه الرب الاله كرسي ابيه داوود. اتفضل هات يسوع جلس على كرسي داوود فين؟ اوعى تقول المجيء الثاني، يبقى انت ضحكت الناس عليك دلوقتي على طول. لا يا حبيبي، ده بيتكلم في الانكارنيشن، بيتكلم في التجسد. بيقول لها اهو الولد المولود منك ده في حياته هيجلس على كرسي داوود. اذا كنت عايز تقول شيلوه مشترى من بين الرجلين، اثبت لي حاجتين: انه وضع يديه على قفا اعدائه، يعني مسك بيلاطس كده وضربه على قفاه، مسك قيافه وضربه على قفاه، مسك القيصر وضربه على قفاه، مسك اللي ضربه بالقلم على وشه. اول ما انضرب بالقلم على وشه، واكتب دي عندك برضه، المسيح يقول لك من لطم على خدك الايمن فاضل الله الايسر. اول قلم يسوع خده في الهيكل، ايه اللي حصل يا جماعه؟ هل طبق تعليم الانجيل؟ اكتب الحاجات اللي قايل لك 5 نقاط ورد عليا فيهم. هل طبق تعليم الانجيل؟ قال له ان كنت قد تكلمت رضيا فاشهد على الرضا الذي تكلمت. انا بكلمك والله مش معاك كتاب. وان كنت لم اتكلم رضيا فلماذا تضربني؟ المسيح نفسه من اول قلم رجع في كلامه. طيب دي بالنسبه لقضيه الكرسي ومشترع من بين رجليه بتاعت ايه؟ شيلوه. اعتقد ان هي اتدمرت عندك تماما. يعني لما تيجي تتكلم على كرسي داوود والمشترع من بين رجليه دي، وفي حته كمان في النبوه دي جماعه ناقصه عند الاخ ايه؟ المخلص العالم. ليه بقى؟ لان القضيه هنا بيتكلم على حاجه ثانيه خالص، وهي ان هذا الرجل الذي يتكلم عنه سفر التكوين بيقول لك ايه بقى؟ بعد لا يزول قضيب من يهوذا مشترى من بين رجليه حتى ياتي شيلون ويكون له خضوع الشعوب. لا خضعت له الشعوب ولا هو شرع شريعه جديده اصلا. يعني المسيح لا بيشرع اي شريعه اصلا. قال من بدل اصغر هذه الوصيه يدعى اصغر في ملكوت السماوات. رابطا بالكرمه جحشه، هو المسيح ربط الجحش بتاعه في كرمه. وبالجثه ابن اتانه غسل بالخمر لباسه، هو المسيح مره حط لباسه في خمر. وبدم العنب ثوبه، مسود العينين من الخمر وبيض الاسنان من اللبن. المسيح كان كده؟ أتينا بعزم مضينا لنصر نبينا بعشق جرى. ألم يكفهم أنه الله أحيا به أمة من حطام حجر، فدوه الصحاب بدهر مضى، وذا البدر عشقا له أو مضى. ألا فلتهبوا لنصر الحبيب ونفدوا عليهم لهيبا لهيب. صناديد عز ألا إننا محاريب قهر غدا بأسنا. وصلوا صلاة على خير عبد له بالهدى قد سمت روحنا. صناديد عز ألا إننا محاريب قهر غدا بأسنا. وصلوا صلاة على خير عبد له بالهدى قد سمت روحنا. صناديد عز ألا إننا محاريب قهر غدا بأسنا. وصلوا صلاة على خير عبد له بالهدى قد سمت روحنا. له بالهدى قد سمت روحنا.